هو يا حبيبي زي ما احنا قلنا، يبدأ كده بعض الناس تتخاذل وتتكاسل، يقول لك والله انا تعبت. جماعة ما تتعوش، قلنا يا جماعة اعكف على الكتب وادرس تحوز فخار النبوة. الله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة. وانت جاي تطلب العلم استمر على هذه القوة يا جماعة، ما تيأس. يعني اوعى بسهولة كده يعني تحس ان الموضوع زاد عليك. ولو انا عارف والله ان الموضوع مجهد شويه عليك، والله العظيم عارف، يعني انا يمكن حتى في الفيديو الاخير قلت لكم الكلام ده، بس مش معنى ان هو يعني زياده ان انت مش متحمله. لا، انت والله العظيم تقدر. طب والله تقدر. ولو ربنا سبحانه وتعالى شايف انك ما تقدرش كان عمره ما حمله لك. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لا يكلف الله نفسا الا وسعها. هو ربنا سبحانه وتعالى لما عمل عليك التكليف، هذا التكليف وسعك، انت في مقدرتك انك تعمله. بس للأسف بتبقى أصعب حاجة إنك أنت نفسك ما تبقاش عارف قدراتك. ولذلك دور في نفسك جوه نفسك، هتلاقي ميزتك. ماشي يا عم الحاج، دور بقى ولاقي ميزتك. في النهاية كل الدوشة اللي حواليك دي، كل الصراخ والصفير والصياح اللي شاغل نفسك او اللي انت مشغول بيه معذرة حواليك ده، في جروبات وفي تنزل الشارع وتروح دروس كل ده السنة الجاية بإذنك يا رب هيختفي وانتهت، ومرحلة انتهت. اللي أخدها بقوة ربنا هيوفقه، واللي تخاذل فيها هارد لك. حظ سعيد في فرصة جديدة. مش بقول لك حياتك هتقف، بس خسرت أول فرصة اتحطت لك قدامك على الطريق. وأنا مش بقول لك خلي بالك ثانوية عامة هي الحل الوحيد والأمثل في الحياة وإن الناس بتوع ثانوية عامة، لا خالص. دايما وأنا بتكلم مع الطلبة بقول لهم خلي بالك ثانوية عامة هي فرصة، زي ما شغلانك في شركة معينة فرصة، زي فكرة اللي انت تعمل مشروع فرصة، زي فرص كتير قوي بنتعرض ليها في الحياة فرصة. وكل انسان محسوب له عدد الفرص اللي هياخدها في حياته. فدي فرصة، وفرصة مهمة جدا. يعني مش فرصة عادية ان انا بعرض عليك موبايل بسعر زهيد فانت هتطلع كسبان منه، لا لا، دي فرصة مبني عليها حاجات كتير، هتوفر لك طرق كتير قوي بعدين، هتساعدك كتير قوي. طب ماذا لو خسرت الفرصة؟ الحياة ما خلصتش، ما متش، بس هتستنى فرصة تانية مناسبة، والله أعلم هتاخدها بقوة ولا لأ، لأن أنت تخاذلت في أول فرصة علشان كانت محتاجة مجهود، ومفيش فرصة بتيجي من غير مجهود للأسف، بتيجي من غير تضحية. فكده كده لو أنت تخاذلت في دي يبقى محتاج تستعد إن الفرصة اللي جاية هتبقى مجهود، عايزة مجهود أكبر من ثانوية عامة بكتير. أول السنة بعد عام من الآن ستتمنى لو أنك بدأت الآن. بعد 4 شهور من دلوقتي هتتمنى ان انت تكون بدأت دلوقتي. بعد 3 شهور من دلوقتي هتتمنى ان انت بدأت دلوقتي. بقوة بقوة بقوة. عاوز اسيبك وانا زارع في حياتك منطق ان احنا في اليومين اللي ربنا قاسمهم ان احنا يكونوا من عمرنا، احنا عايشين في الدنيا كده مرورا، مش عايشين على طول. وهنتسأل عن الحبة اللي احنا عشناهم دول. فيا رب نرزق ان احنا يبقى لينا لازمة في الدنيا. وانت شغال مش شغال عشان انت عمالين يتحايلوا عليك عشان تذاكر، لا، انت هتعيش في الدنيا حبة وهتتحاسب عليهم. تقدر تبقى مشروع حاجة كبيرة، فما تفرطش في ده خالص. تمام؟ بتتعب دلوقتي، ما هو ده لازم. المواد عماله تمطر عليك معلومات، ما ده طبيعي. بس اللي قبلك وعدوا من ده كتير وفرحوا بأدائهم عشان هم عملوا حاجه يفرحوا بيها. اصلا انك تفرح لازم تفرح بعملك، تبقى منطقي في كل تصرفاتك. مهما عمل ما بتغمروش الفرح، لأن هو دايما بيطلب من نفسه المزيد. الناس الحلوة قوي دايما تستقل اللي هي عملته، ومهما أنجز ما ياخدوش غرور الفرح. في ناس تعمل أي حاجة حلوة الغرور يركبه وخلاص ينهار بعد كده، شكرا. إنما اللي فاهم دينه ودنيته صح مهما عمل يطلب من ربنا تاني، عشان التاني ده ما بينتهيش أصلا. اجمدوا عشان